اللي بيحصل ده مش هتلاقيه في اي مكان غير في مصر. الاجبان عفن. اكتر جبنه بيحبها المصريين، ولكن مفيش جبن رومي نقدر نقول امنه الى حد كبير في مصر. مش حاجه حلوه قوي عشان نعملها سندوتشات لاولادنا في المدارس. دي مضره. جبنه بتتساب في هناجر وتقعد بالشهور، واحيانا ممكن توصل عمر سنه قديم. اقاويل كتير بتتقال عليها. هل الجبنه الرومي بتتعمل من بطاطس؟ جبنه رومي بيتحط عليها فورمالين. ايه الصح وايه الغلط؟ اسرار صناعه الجبنه الرومي. الجبنه الرومي ينفع ناكلها ولا؟ الجبنه الرومي مضره؟ في الفيديو ده هاخدكم في جوله داخل صناعه الجبنه الرومي. احنا النهارده في دمنهور، اصل الجبنه الرومي. زمان الجبنه الرومي نشأت في دمياط، ولكن النهارده الجبنه الرومي في البحيره بالتحديد في دمنهور. فتعالوا نشوف ايه قصه الجبنه الرومي هنا. ايه هو سر الجبنه الرومي؟ أنا الدكتور محمد الطحان، دكتوراه في اقتصاديات الألبان ومنتجات الألبان. اشتغلت في المهنة دي بقالي أكتر من 42 سنة. اكبر 3 شائعات عن الجبنه الرومي ان الجبنه الرومي بتصنع من بطاطس، الجبنه الرومي بيتحط عليها فورمالين، العفن او العفن ده اللي بيقولوا عليه عفن يعني. فطبعا ده عمليه جهل بالمنتج نهائي. الجبنه الرومي بتتصنع من لبن فقط. كل كيلو جبنه بيطلع من 10 كيلو لبن. كل كيلو جبنه بيطلع من 10 كيلو لبن. يعني لو الناس حسبتها قعدت تحسبها مع نفسها كده ولقيت ان اللبن غالي بس الجبنه رخيصه، فده معناه ان ده مش مظبوط. حاجه غلط. لو جبنه رخيصه، عشان كده الجبنه الرومي ما تعتبرش رخيصه. اقل حاجه بكام؟ الكيلو في السوق المظبوط من 270 280 لحد 320، وممكن يزيد عن كده لو اتعتقت اكتر من كده. اقل من كده للمستهلك يبقى ممكن يبقى فيه حاجه. انت لو بتشتري ربع كيلو جبنه رومي اقل من 70 جنيه فانت بتشتري جبنه رومي مغشوشه. حسب القد طبعا 250 الجبن اللي بقى لها 3 شهور أو 4 شهور، الجبنة لما يعدي عليها سنة توصل 300. الجبنة الكافيار دي يا دوبك دي تكلفة المنتج. جبنة بتبقى مفيدة جدا في القيمة الغذائية للمستهلك المصري. دي اصل الجبنه في مصر. ديت تعتبر اول مرحله واصعب مرحله. اول مرحله لان طبعا اللبن بيجي، واصعب مرحله لان انا اللي ورايا بيشتغل، انا ظهره ان انا استلم لبن صح، مواصفات صح، يخش له لبن صح، يشتغل هو صح. احنا استلام اللبن الاول بيتم بالاختبارات الحسيه اللي هو الشم والذوق. يعني قبل ما يدخل اي اختبارات كيماويه او يدخل على جهاز التحليل، اللبن بيتم شم وذوق من واحد خبير جدا لا يقل عن 20 سنه خبره. انا مثل حضرتك من 88 وانا بستلم لبن. يعني بتستلم اللبن ازاي؟ ايه الفكرة؟ انا دلوقتي من الخبره، اللبن ده من الذوق ومن حاسه الشم بحدد اللبن ده. عشان الجهاز بتاع ربنا ده اهم حاجه ده الغش سابق العلم في كل حاجه، ما عدا ده ما بيتغشش سبحان الله. لقيت في حاجه شاذه بدخلها على الاختبارات. عندي اختبارات كحول، عندي اختبارات فورمالين، كل الحاجات الكيميائيه. بس بفضل الله تعالى احنا بنحدد بنسبه 90% اللبن ده فيه ايه. الحاجات التانية المكونات الكيميائيه ديت هي اللي بتساعدني بنسبه 10% وبتاكد كلامي. بنستلم اللبن من موردين، بيجي جاي من الصفي. تشتري من ده ومن ده ومن بيشتري من ده اشخاص كتير. كميتك اللي انت بتوردها في اليوم تيجي ممكن من كام بيت؟ يعني ما اعدي ال1000 بيت، اصل معايا عربيتين يوميا. يعني 1000 اسره يوميا. 1000 اسره. يعني في ناس فلاحين بيستفادوا من موضوع صناعه الجبنه ده. طبعا دي اساسه الفلوس النهارده بتاعت اللبن دي، توريد اللبن. تمام. ده اساس على فكره. بتصرف عليها وبتصرف على البيت وبكل حاجه، بيعملوا به جبنه وبصنعوا به كل حاجه. كمية اللبن اللي بتخش من الفلاح الصغير زي اللي احنا قاعدين فيه ده حوالي 80%، وحوالي 20% من المزارع الكبيرة المتخصصة. فلذلك مهم جدا ان احنا نهتم بالفلاح. الفلاح ده يعتبر صلب صناعة الألبان في مصر. برضه من الشائعات اللي هو الطبقه دي جبنه رومي، ده قشره خارجيه بروتين لاير ما بيتباعش في الاخر. الجزء الخارجي ده يعني الناس اللي بتبيع الجزء الخارجي ده ممنوع. دي قشره بتتقشر وما بتتباعش. والفطر اللي بره والبكتيريا الطبيعيه دي، ده اي جبنه طبيعيه بتعمل كده، وده طبيعي جدا. دي فتره التسويه بيحصل للجبنه كده، والجبنه بتتعتق، والقشره دي في الاخر بتتقشر وما بتتاكلش. هي مش بس الجبنه، هي اي حاجه بتتعتق. يعني اللحمه اللي بتتعتق، اي حاجه بتتعتق بيبقى فيها الطبقه الخارجيه دي لازم تبقى عامله كده. فاحنا بندخل اللبن في الاحواض التصنيع جوه، وفي صناعيه بيتعاملوا مع اللبن ده في مراحل التصنيع. قبل بره اللبن خلاص بيدخل بيتحلل، نعرفه نسبه الدهن، نسبه البروتين،
هل في نسبه ميه ولا ما فيهوش نسبه ميه، وكل مكونات اللبن. وبعديها بندخله على احواض تصنيع الجبنه الرومي. كيلو الجبنه الرومي بينتج من 10 كيلو لبن. بقى احنا هنا استلمنا اللبن وبيتم استلامه ونزوله في احواض التصنيع. احواض التصنيع ده بيبقى 4 طن لبن. ده تصفيه، بيتم تصفيه اللبن 3 مراحل، فلتر بره في الاستلام، وهنا مرحلتين عن طريق شاش تصفيه، بحيث اللبن يبقى متصفي من اي شوائب، ويدخل بدايه تصنيع الجبنه الرومي. بتتم في الحوض ده بيتم تسخين اللبن بالميه السخنه. الحوض بياخد 4 طن، وانتاجنا اليومي 50 طن حاليا، 50 طن لبن في اليوم بيدخلوا صناعه جبنه رومي. دي كده عمرها يوم، لسه معموله، لسه ما اتعملش فيها اي حاجه، ودي عمرها شهر. بتبدا ان هي تتعتق وتتملح وتقعد وتبدا تتباع بعد 3 شهور. مجرد ما هي بتتملح وبتتعتق وبيحصل لها فيرمنتيشن عشان الجبنه تقدم وتستوي زي اي حاجه ربنا خلقها بتستوي. فدي فتره سوى ما بيتاكلش فيها. تحس ان هي كل ما بتقدم كل ما بتصغر. يعني بص ده عالي اهو شويه لحد ما ايه بتوصل للحجم ده. مظبوط. هي بتخس وبتفرش، تمام، وبتقدم وتعتق. ده عمر لسه يوم، ده لسه يوم انتاج امبارح. ده عمر شهر، ده عمر 3 شهور. اول 3 شهور تبقى اسمها جبنه رومي جديده، بعد 6 شهور تبدا بقى تبقى ايه جبنه رومي قديمه. تبقى اللي هي 12 شهر، ودي بتبقى اغلى حاجه. دي بتبقى الجبنه الرومي البطارخ، دي بتبقى اغلى حاجه. يعني في جبن رومي بتتباع قبل 3 شهور، وده مش صح. ده مغشوش، ده مش صح. لانها ما كملتش، ما خدتش السوا بتاعتها، لسه نيه زي ما بنقول. وده الجدار ده طبيعي خالص، ده الفطر الطبيعي اللي الجبنه بتستوي بيه، مفيش اي مشكله. في الاخر الجدار ده ما بيتاكلش، بيتقشر. تمام. بعد المرحله دي بيتم غسلها بالميه وبالملح لحد ما توصل من هنا تبدا ممكن تاكل الجبنه رومي بكل امان. دي جبنه رومي جديده. طبعا احنا بعد ما استلمنا اللبن هنا بندفي اللبن لدرجه حراره 30 وبنضيف على 4000 كيلو لبن كيلو واحد منفعه بالظبط عشان يتجبن، يتحول من لبن لجبنه. بتضيف له حاجه اسمها منفعه طبيعيه. ده انزيم تجبن طبيعي ربنا خلقه، بيستخرج من العجل البتلو اللي لسه مولود من امعائه الطبيعيه. انزيم طبيعي هو اللي بيحول اللبن للجبنه وتبدا صناعه الجبنه الرومي. يمكن كانت افضل محافظه قدام العالم كلها محافظه البحيره في نظافه اللبن، بالذات الجاموسي في البحيره بيتباع كلبن حليب في محافظات مختلفه زي القاهره ومطروح. ويعتبر احنا طورنا جدا الصناعه عن دمياط اللي هي كانت موجوده من ايام القدماء المصريين. صناعه الجبنه الرومي اساسا في مصر قديمه بقدم القدماء المصريين، ولذلك هي متميزه جدا ومش موجوده في العالم الا في مصر. انت متخيل ايه اللي مميز مصر بالجبنه الرومي ومخلي الجبنه الرومي دي موجوده عندنا مش موجوده عند حد تاني؟ هي البكتيريا اللي موجوده في وقت التصنيع والتعتيق، دي مش موجوده في اي حته تانيه. الناس بره عندهم جبن تانيه مماثله زي ما شبه مثلا الجبنه البارميجان، ولكن مش هتطلع بطعم وحلاوه الجبنه الرومي. هدفي ان انا احول اللبن لجبنه وافصل الشرش ده ما بيدخلش في صناعه الجبنه الرومي. انا عايز الجبنه هي دي الجبنه، بقعد اعمل لها عمليه صمت وتسويه لحد ما الطبخ بقى بتستوي. لازم تستوي زي اللحمه بتستوي. الحاله الثانيه من بعد تصنيع الجبنه الرومي في الاحواض التصنيع، الخصره بتاعت الجبنه خلاص استوت وبتنزل بتتعبى في الفرم اللي بعديها بتتكبس في المكابس لمده 24 ساعه عشان توصل للقرص الجبنه الرومي بتاعك. وده بيتم رش الفلفل الاسمر، ده جبنه رومي بالفلفل الاسمر عشان تاخد جبنه ان شاء الله جبنه بطارخ من بقك زي العسل. واحد يسالني يقول لي ايه الفكره ان الفلفل الاسود في الجبنه الرومي؟ اقول لك ان الاجابه بسيطه جدا، ان هو عادي في ناس بتحبه بالفلفل الاسود وفي ناس بتحبه من غير، فده اوبشن. لان طبعا المصريين عندهم اختيارات وعندهم ميول لبعض الحاجات، فوفروا لهم الجبنه الرومي بالفلفل الاسود. ده هنا كده القرص بعد الكبس، قرص الجبنه الرومي بيتم الكبس هنا. ده الكبس المبدئي، يدخل على المكابس لمده 24 ساعه عشان ناخد قرص جبنه رومي. بيتم تعتيقه وتمليحه في مناشر التسويه لمده 3 شهور. في الاخر بتاخد قرص جبنه رومي جديده. وبعد كده كل ما تقدم بتبقى جبنه رومي وسط
بعديها اخر حاجه جبنه رومي بطارخ. المستهلك المفروض يروح للاسماء الكويسه، بقال اللبان المشهور، الهايبر اللي ليه اسم كويس، عشان الناس دي بتعرف تشتري جبنه رومي صح من مصادر محترمه. لان في منتجات تانية مع الاسف غير الطبيعيه بتبقى فاقده الى القيمه الغذائيه وفيها اضرار برضه الصحيه، بعض الاضرار الصحيه. فرق السعر مش كتير، بس على الاقل ان هو يدفع وهو عارف انه مطمن. اذا كان حالته الماديه مش مستحمله، لا، بدل ما يشتري كيلو يشتري نص، بدل ما يشتري نص يشتري ربع، بس دي منتج صحي يحافظ على صحته وصحه اولاده. القشره دي ما بتتباعش، يعني المفروض ان انت ما تشتريهاش. في ناس انا بشوفهم ان هم بيبيعوا القشره دي في المحلات والناس بتشتريها تعمل بيها اي حاجه. لا، القشره دي المفروض ان هي ما تتباعش. انت النهارده كحد مصنع لما بتورد للمحلات القالب المفروض يروح له نضيف كده، ما يبقاش كده. لا، دي في المناشر عندنا، دي في مرحله التصنيع، وده حاجه طبيعيه جدا، ده اللبن الطبيعي والجبنه الطبيعيه بتمر. يعني لما تشوف ده في السوبر ماركت المنظر ده تعرف برضو ان ده غالبا يعني لو هو شكل الحاجه القالب كده يبقى هو مش ما ينفعش. ما ينفعش صح؟ بالظبط ما ينفعش. دي 6 شهور، ودي بطارخ اللي هي السنه. دي اغلى حاجه. دي اغلى حاجه، بيقولوا عليها بطارخ، بيقولوا عليها كافيار، عمر سنه قديم. بص، يناير 2024 يعني عدى عليها اكتر من سنه. تمام. سنه وداخل في شهرين، 14 شهر. وعمر الجبنه الرومي عموما 18 شهر، يعني سنه ونص. دي سعر، دي اغلى شويه، دي اغلى حاجه. دي اغلى حاجه مظبوط. يعني دي ممكن توصل ل 350 جنيه الكيلو للمستهلك، اللي هي البطارخ. و 320 ممكن توصل 350. طبعا سعرها بيبقى اغلى عشان حاجتين، اول حاجه ان هي اخذت وقتها في التعتيق. بالظبط. ثانيا تكلفتها عليك انت، اعتقد هو اكتر، انت شايل عندك على الرف، انت ما بتبيعش، انت قاعد شايل عندك على الرف. فلوس مركونه لمده سنه، مخازن، خدمات على القرص. احنا كلنا بنخدمه على قرص الجبنه الرومي. بعد ما بتستوي الجبنه في المرحله دي تتغسل، تتخيش، تحط في خيش، شوال خيش، ده التخزين بتاعها. ولازم يبقى كده الخيش ده عشان يبقى منفسه هواء الجبنه، تتنفس ما تعرقش، ولو في اي حاجه تنشف يعني تنفس كده شويه. تتحط في ثلاجات بقى لمده سنه. الجبنه الرومي مركزه جدا في القيمه الغذائيه، فتخيل بقى لما يبقى واحد بياكل 8 كيلو جبنه رومي كانه طالع من كيلو وربع مثلا لبن، فخد القيمه الغذائيه كلها. فيشتريها وهو مطمن، يروح يشتري ربع كيلو جبنه رومي احسن ما يشتري كيلو جبن تانية مش مصنوعه من حليب. دي جبن صحيه جدا، ودي لصالح صحه المستهلك المصري، ويجب على المستهلك المصري يدور عليه وما يسترخص. تيست للجبنه الرومي الجديده. دي حاجه بقى هتشوفها في الدول الاوروبيه، بيبقى عندهم الجهاز ده، يدخل كده ويلف يلف يلف يطلع لك. بص، احتراف، يشم. انا عشان محترف. الجبنه الرومي الجديده التيست بتاعها بيبقى مش قوي، هادي، خفيف هادي، وبتبقى ملحها ممكن ما تحسش بطعم الملح قد كده. معلومه مهمه ناس كتير ما تعرفهاش، ان الجبنه الرومي موجوده في مصر بس، مش موجوده في اي حته. لو لقيتها في حته بره مصر ده معناه ان هي بتتصدر من مصر. مصر بتصدر جبنه رومي في كل حته، ولكن اوروبا مش هتلاقي فيها جبنه رومي، لان اوروبا ما بتستقبلش الجبنه الرومي. انت بقى قول لي الفرق بين دي وبين دي. اولا دي ريحتها اقوى، دي رومي شويه يعني، بدات تبقى رومي شويه، بقت قديمه، مملحه اكتر شويه، تحسها في عتق كده، موضوع تحس ان هي فاهم بقت معتقه. ندخلوا بقى على الايه؟ الكافيار او البطارخ زي ما بيقولوا، يعني سنه وشهرين. ده بقى بص دليل الجوده، لما نلاقيها مشبره كده يبقى هي دسم، ده دليل الجوده ان هي مليانه دسم. اللي قبليها ما كانش كده، كل ما تقدم تدسم. دي بقى اغلى جبنه رومي في مصر. جميله. الله، عايزين رغيف كده نعمل سندوتش بقى. انت كده
ضربت تمام. 100%. طب وبعد ما الجبنه خلاص بقى بتبقى جاهزه للبيع كده، المفروض الناس تحفظها في الثلاجه صح؟ لو عايز تحفظها بقى فتره طويله دي احنا بنطلعه التصدير بالشكل ده فاكيوم، ده شغل بيطلع تصدير بيطلع بس عشان ناكد المعلومه للناس، تصدير في كل الدول ما عدا اوروبا. لا اوروبا ما بتستوردش مننا ومن غير ما بتستوردش من امريكا نفسها، ما بيستوردوش جبن اصلا، ده هم بيصدروا وعندهم هولندا سويسرا ايطاليا، فما بيستوردوش من اي، هم ده بيصدروا. فمثلا انا بالنسبه لي كانت حاجه من الحاجات اللي انا كانت بتضايقني جدا وانا في انجلترا ان ما فيش جبنه رومي، كنت اروح المحلات ادور على جبنه رومي في اي حته ما حدش عنده جبنه رومي، الاقي حاجه شبهها اشتريها اجربها وما تطلعش جبنه رومي. فدايما الناس تقول لك ايه، لو انت مسافر مصر ورايح انجلترا او مسافر اوروبا هات لنا معاك قالب جبنه رومي. المغتربين عارفين قوي الموضوع ده، اي حد مغترب بالنسبه له المنظر ده كنز. دلوقتي كمان في مصر يعني ما شاء الله انتاج الجبن بقى عالي قوي، بينافس بره، لان كمان احنا بنصدر حاجات كتيره جدا في انواع الجبن. ده قسم يعتبر قسم الجبن الاوروبيه، ده الجبنه الفلامنك اسمها ايدام. ايدام دي بلد في هولندا ومشهوره في العالم كله بايدام، وفي مصر بالفلامنك. دي مراحل الانتاج بتاعتها، الاول بتطلع جبنه عدبه تتملح في محلول ملح، بعد ما تخلص محلول ملح تحصل لها بلاستيك كوتينج، طبقات، دي طبقه، دي الثانيه، دي الثالثه، لحد ما تنزل في الشمع الاحمر اللي هو ده. فبقى عندك دلوقتي جوده وفلامنك، وقريب هيعملوا شيدر، وطبعا الجبنه الرومي. فكل الحاجات دي معموله في مصر ولكن كواليتي عالمي. الجبنه الرومي هي عشق المصريين، الجبنه اللي موجوده في مصر بس. كان لازم نعرف ازاي بتتصنع وتشوفوا مراحل عملها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.